في عالمنا اليوم، الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد فكرة مستقبلية. إنه هنا، وفي قلب كل شيء، من الكتابة إلى الإبداع. ماذا لو أخبرتك أن بإمكانك الآن أن تصبح مؤلفاً في دقائق دون الحاجة لقلم أو ورقة؟ ما كان يستغرق شهوراً من التفكير والكتابة والإنتاج، أصبح الآن ممكناً خلال لحظات. من القصص المثيرة إلى الكتب التعليمية وحتى الأدلة الأدبية، كل ذلك يمكن أن يولد في قلب جهاز كمبيوتر باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن كيف؟ كيف يتم تحويل الأفكار إلى كلمات على الصفحات؟ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح مساعداً إبداعياً يتيح لك إنتاج محتوى بسرعة لا تصدق؟ في هذا الفيديو سنكشف لك السر وراء صناعة الكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي. سنشرح لك الخطوات، الأدوات، وكيف يمكنك أن تبدأ في استخدام هذه التقنية لصنع كتابك الخاص. هل أنتم مستعدون للانطلاق في هذه المغامرة؟ دعونا نبدأ معاً هذه الرحلة إلى المستقبل، حيث تصبح الكتابة أسهل من أي وقت مضى، والإبداع بلا حدود. الخطوة الأولى في إنشاء الكتاب هي استخدام تشات جي بي تي لكتابة النص. هذا الذكاء الاصطناعي قادر على تحويل الأفكار إلى كلمات، ويقدم لك النصوص بكل سهولة. كل ما عليك فعله هو إعطاء إرشادات دقيقة، مثل تحديد نوع القصة أو الموضوع الذي تريد الكتابة عنه. أولاً، ندخل إلى شات جي بي تي لعمل قصة مميزة للكتاب، ونكتب: قم بعمل قصة تتحدث عن شاب يقرر البحث عن الكنوز حول العالم، ويبدأ في عيش مغامرته الخاصة. قم بعمل 10 فصول لهذه القصة، واجعل كلمات الفصول كثيرة، بحيث تتراوح الكلمات من 1000 إلى 3000 كلمة، واجعل مع كل مشهد شرح بصري له. ثم بعدها نكتب: أضف شخصيات ثانوية مع محادثات في كل فصل. وبعدها أكتب: والآن أجمع المحادثات في وسط الفصول لجعلها متناسقة مع كلمات القصة ولا تختصر. ثم نكتب: اجعل لكل فصل مشهد بصري. وبهذا نقوم قد صنعنا القصة. نقوم بعمل ملف وننسخ فيه القصة ثانياً. أن يصبح لدينا النص المكتوب، حان الوقت لتحويله إلى صور باستخدام ليوناردو AI. هذه الأداة المدهشة تقوم بتوليد صور مذهلة بناء على النص، مما يساعدنا على تحويل كل جزء من القصة إلى مرئيات رائعة. قصة ثانياً، ندخل إلى موقع ليوناردو ونسجل الدخول باستخدام موقع مهمل، وستجد الروابط كلها في الوصف. ثم نختار نوع الصور، وأنا سأختار الأنمي، وننصح كل شرح بصري، ونحمل الصور ووضعها في ملف واحد مع ترتيبها بالأرقام. ثالثاً، نقوم بعمل ملف وورد ونلصق القصة، ونرفع كل صورة في مكانها الخاص بهذه الطريقة. وعندها نكون قد انتهينا من القصة، وبعدها نحول الملف إلى PDF. ثم بعدها الخطوة الأخيرة، وهي رفع الكتاب على موقع كيندل. نسجل الدخول من هذا الموقع بهذه الطريقة، ونضيف رقم الهاتف الخاص بنا. ثم بعدها نبدأ في رفع ملف القصة. نضغط هنا، ثم كتب في هذه الأماكن مثل ما أوضح لك. ثم بعدها اضغط هنا ونرفع القصة، وبعدها نرفع الغلاف أو ترفع صورة قد قمت بعملها من موقع ليوناردو. وهنا أهم نقطة: نقوم بكتابة هذه الأشياء، ثم نحدد السعر، ثم نقوم بعمل نشر، وتنتظر 3 أيام لتتم الموافقة. ومثل ما ترى، لقد نشر كتابي، ويمكن أي أحد أن يشتريه. أرجو أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسي الاشتراك في القناة. سلام.